عليا النعمه، انتوا شركه حراميه. ده انا لسه شحنه على الهوا ب5 جنيه. احمد بقول لك ايه، معاك رصيد؟ معلش يا سلمى انا عندي ميعاد ومستعجل. صباح الخير يا بنات. حد منكم معاه رصيد؟ عايزه اعمل مكالمه بس دقيقه واحده بس. ارحمينا بقى يا سلمى، هو كل يوم؟ هو احنا اغنى منك ولا بناخد مرتب اكبر منك؟ 5 وخميسة. يعني انا عشان احسن منكم وبكتب مقالات احسن منكم وبتاكل مع رئيس التحرير تحسدوني وتنفسنوا عليا؟ ما تبطلوا بخل بقى، بنات مقيحه. احترمي نفسك يا سلمى، انت مخلصه لي رصيد امبارح ب 30 جنيه. يعني هو انا كنت بعمل مكالمات لنفسي؟ ما انا كنت بكلم كاريكا عشان اتفق معاه على الفرح بتاع مفيده بنت خالتي. يا سلام، وهو كاريكا هيجي فرح بنت خالتك وانت بتشحتي رصيد؟ طبعا يجي غصب عنه، مش احسن مفقعه ومقاله تقعدوا في البيت؟ يا صباح الخير. اهو جالك حبيب القلب. واللي معاه رصيد. صباح الخير يا بهك. صباح الفل يا ست الكل. بقول لك ايه، معاك رصيد؟ وربنا شوفي وربنا لسه شاحن النهارده مخصوص. استاذ بهجة والنبي تمدي لي على الموضوع ده عشان انزله المطبعه. هات يا اشرف. اتفضل. الفنان مسعود عبود في العناية المركزة. طب بص يا اشرف، ايوه يا استاذ. امسح دي واكتب ورايا كده. تمام. الفنان مسعود عبود في ذمة الله. حلوة. يا ساتر يا رب، بس ده ما ماتش يا استاذ بهجة، ده في العنايه المركزه بس. وانا قلت يا اشرف، وانا قلت انه مات؟ لا، انا بقول انه في ذمة الله. مالي في ذمة الله، وانت في ذمة الله، وكلنا في ذمة الله، ولا ايه؟ اهم حاجة يا اشرف في الصحافة أيوة. البهارات، المنشط تشد عين القارئ، جوه احشي زي ما انت عايز، بهارات. ايه يلا تمام. اطبع على كده. تمام يا استاذ. تعلموها بقى. كنا بنقول ايه؟ ده ايه الدماغ دي؟ بقول لك ايه، ما تبعت لي 20 جنيه رصيد. وربنا شوفي وربنا 50 جنيه، 20 جنيه دي مش مقامك. ودلوقتي اشتغل لي على ده يا استاذنا بعد اذنك. وريني. هات يا منير. منوي الجوزيه يترك الفندق المقيم به وينزل في فندق آخر قريب من النادي الأهلي. ده يا منير، ده يا حبيبي ما تفكر شويه، انت بقالك كام سنه معايا هنا؟ ده عنوان ده؟ هو النادي الاهلي ده فين؟ في الزمالك. يعني هو ساكن في الفندق اللي فين؟ في الزمالك. العنوان ما يبقاش كده، خد اكتب. مدرب الاهلي ينتقل للزمالك، بهارات، منشط، شد القارئ، اتعلموها بقى. بقول لك ايه، ما تديني موبايلك كده، عايزه اعمل مكالمه. اصل النهارده فرح مفيده بنت خالتي وعايزه اكلم لها كاريكا كده يجي يعمل يعني مفاجاه. دقيقة 2 أشرمية المحمول وصاحب المحمول. الو. ايوه يا ماما. مامي عامله ايه؟ ايه؟ طب ثانيه واحده. معلش يا بهجت، ممكن نبعت 20 جنيه رصيد لماما لحسن معاش رصيد؟ ايه؟ وماله؟ ايوه يا ماما. مدحت، لازم اجيب نفسي ولا ايه؟ لازم يا فندم. الو عمليات. اقفل لي مداخل ومخارج الشيخ زايد واعمل لي كوردون 50 متر حوالين مكان العمليه. فين غرفه العمليات يا مدحت؟ هي يا فندم، بس ما كانتش مستاهله صدقني غرفه عمليات. مدحت، انت نازل معايا عشان تتعلم، وده الدرس الاول يا مدحت. لما النقيب تيسير فهمي يقول على حاجه مش مستاهله انها مستاهله، تبقى مستاهله يا مدحت. اكيد مستاهله يا فندم. اتفضل يا فندم. مين دي يا مدحت؟ دي الهانم صاحبه القطه يا فندم. امسك انت. ما تقلقيش يا امي، كل حاجه هتبقى تمام. هتبات في حضنك النهارده. بص يا مدحت، دي خريطة المكان، دي الشجرة اللي عليها القطة، دي القطة، ودي الست صاحبة القطة، وده غرفة العمليات بتاعتنا. المعلومات اللي عندي بتقول إن في شجرة جميز قصادها الناحية التانية. أنا عايزك تاخد قوة وتطلع لي استكشاف على الشجرة دي. شجره ايه يا فندم؟ انا مدحت استكشف ايه؟ الإمدادات وصلت يا مدحت، أنا كلمت الإدارة وطلبت قوة من الأمن المركزي و50 علبة تونة قطعة. تونه قطع. انا عندي فكره بسيطه، ايه راي حضرتك لو نبسبس لها
هتنزل، حلينا المشكله. بس لا هتنزل. ها هنخش في تفاصيل مع القطه يا مدحت. من امتى شغلانتنا فيها بس يا مدحت؟ بس يا فندم بس. وبعدين انا مش هستناها تنزل يا مدحت، انا هجبرها انها تنزل. الو عمليات النقيب تيسير فهمي حول. ابعت لي فرقه 8 قناصه للضروره القصوى. زعلانه منك يا ارتجال زعل غير عادي، زعلانه منك موت. شهر ما اسمعش صوتك. معلش يا فاطمه، اصل كنت عند ابتهال اختي في اسكندريه. وابتهال دي كمان نادله كانت بتكلمني كل يوم، فجاه كده قطعت الحس ولا خبر. المهم انا جايه النهارده علشان ولادك. بيرم ولا الابنودي؟ لا ابنودي ده ايه؟ الاصول الكبير يتجوز الاول. بيرم ده ما بيعمرش في حته، بيرم منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. لكن الابنودي، وانا جبت اللي الابنودي قطقوط كده ودانه مزنهره، وشفت عينين بقلاله ازاي، ومحاسب قد الدنيا. بس برضه بيرم اللي يتجوز الاول. بيرم ده مفيش منه رجا، كان خاطب بنت زي الفل وفسخوا الخطوبه. الله يمسيكي بالخير يا حبيبتي يا بسمه، كانت بنت زي الفل. منك لله يا بيرم على بهدله بنات الناس. البنت خلاص مش نافعه، ملهاش جواز تاني. البنت خلاص بقت زي الساغ الباير، اهلها حالفين لا يسجنوا بيرم. هو على ايه يا اختي ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تخلينيش اتكلم وما تخلينيش احكي، عشان كل ما افتكر الموضوع ضغطي بيعلى ودمي بيفور. منك لله يا بيرم يا اللي حرق دمي. خلينا في الابنودي الغلبان اللي على قد ايدي، وريني العرايس اللي عندك. خدي. العرايس هنا؟ دي فلاشايه فيها عرايس اشكال والوان، اشي بنات في العشرينات واشي ارامل واشي مطلقات. فرجيهم بقى للشباب وبيكلميني. يلا مع السلامه. سبحان الله، ده العلم اتقدم والطب كمان اتقدم. انا مش مصدقه نفسي. انت وعدتني انك هتنزلها من على الشجره، بس مش بالطريقه دي. طبعا يا فندم حضرتك اولا انا اسف على الوضع اللي احنا بقينا فيه ده دلوقتي. عايز حضرتك تهدي بس. اولا الاعمار بيد الله، دي حاجه معروفه جدا يعني. ثانيا فرقه القناصه اللي نزلت يا فندم كانت واخده اوردر انها تضرب تهويش في منطقه الديل. اسف يا فندم، بس واضح ان بوسي يا فندم فاجئتنا بحركه عجيبه جدا، لفت دماغها مكان الديل يا فندم وقت التهويش، مما ادى الى الحادثه اللي احنا شفناها دي دلوقتي. انا اسف يا فندم جدا، شدي حيلك يا فندم. انت اصلك مش حاسس بيا وما تعرفش انا كنت بحب بوسي قد ايه. لا يا فندم، انا مقدر شعور حضرتك جدا، لان وانا صغير كنت مربي عصفور ابيض على برتقاني ومات في ظروف اصعب من دي. بس دي اتقطعت 600 حته. بلاش مبالغه يا فندم، هم 8 حتت بس غير الديل يعني. وعموما انا امرت بعمل تحريات عن ملابسات الحادثه وجاري التحقيق مع بعض من عناصر جهاز الشرطه، وعايز حضرتك تتاكدي ان لو في اي حد من جهاز الشرطه اخطا هينال عقابه. انت بتقول ايه؟ انا دماغي دايخه. هو ده اللي انا كنت خايف منه يا فندم. انا عايز حضرتك تروحي دلوقتي وتروقي دماغي جدا، وانا بنفسي ان شاء الله هنزل سوق الجمعه اجيب لحضرتك واحد زيه بالظبط. يا مدحت الحقني يا مدحت.